السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو ده ازاي تتعاملي مع الزوج العصبي. كتير جدا عصبيين، بس العصبية بتبقى بدرجات متفاوتة. في عصبي جدا، وفي عصبي نص نص، وفي عصبي ايه على قد الكلمة بيرد الكلمة وخلاص على كده. لا، احنا هنقول هنضرب في العالي، وهنقول العصبية الشديدة جدا جدا. طيب، بيرجع من الشغل مش طايق نفسه، عايز اللقمة، مش طايق حد يعمل له كده، حتى عايز اللقمة وينام. حلو. ولو اتكلمتي يبقى يومك اسود، ويومك مش هيعدي، والكلمة هيترد عليها ب10، وممكن يرمي الاكل في وشك، يخبطك باي حاجة في وشك. ده في نوعية من الازواج كده، العصبية واخدهم جامد. تمام. طيب، ده نتعامل معاه ازاي؟ اولا، ده عايز هدوء وثبات نفسي من ناحيتك انتي. ماشي. الزوجة بيبقى عليها دور مهم جدا في الموضوع ده. لما يرجع وتلاقيه عصبي، متفتحيش بقك، سيبيه. خلاص، الاكل يتحط له ياكل، متفتحيش بقك. طالما لاقياه بالمنظر ده، وانتي طبعا كل واحده واعيه كويس بزوجها بيبقى ايه. خلص الاكل، عايز الشاي، عايز القهوه، حاضر. جر معاكي كلام، الجمله ماشي على قد تردي عليه بكلمه لما تلاقيه عصبي. لو تطاول، مش تطاول بالالفاظ، لا، لو لقيتيه عصبي والصوت عالي ما ترديش عليه، سيبيه خالص لما يهدى. بس في ناس بقى، في ستات لما تلاقيه كده تروح بصله بصه كده، البصه دي تولعه اكتر. لا يا ماما، انتي ده جوزك يا حبيبتي، ده مش واحد بتكرهيه فيكي يا ماما، ده جوزك. فبلاش البصات اللي تحرق الدم دي، اللي تولع اللي قدامك. تمام. دي تعمليها مع حد انتي مش طايقاه، ولا واحده صاحبتك كده يعني. اما زوجك لا، ما تعمليش معاه كده، سيبيه خالص لما يهدى. تمام. بعد ما يهدى، ولو عايز ينام يقوم، هتلاقيه بدأ يروق. بدأ يروق. تقعدي بقى، هو في حاجة كانت مضايقك؟ هو في حاجة كانت في الشغل؟ لو لقيتيه بدأ يتكلم معاكي، يبقى تجري معاه الكلام. ماشي، وخلاص. لو لقيتيه بيتكلم بتقل، يبقى انت كمان ايه، تختصري فيه الكلام معاه. لو لقيتيه بيقولك مالكيش دعوة، يبقى مالكيش دعوة، متفتحيش بقك، سيبيه لما يهدى خالص. طريقة التعامل مع الزوج العصبي مش سهلة يا جماعة، والرق على الست. العصبية ممكن لما بتقفي قدام الزوج العصبي، العصبية ممكن تؤدي لا قدر الله في الآخر للطلاق. فليه تطلقي؟ طلقي عشان هو عصبي؟ طب ما انت ممكن ربنا يرزقك بواحد عصبي أكتر منه، أو في عيب ما تستحملوش. ممكن واحد ايه، عينه زايغة بتاع ستات بتاع، فالعصبية ولا كده لا، تستحملي العصبية. وعلى فكرة، معظم الأزواج العصبيين بيبقوا حنينين وطيبين جدا، بيبقوا طيبين من جواهم. لان الانفعال اللي بيبان على طول على وشهم ده تعبير ان هم ايه، مش خبثه ولا لقمه ولا كهن ولا الكلام ده خالص. لا 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 لا، اي حاجه اللي بتطلع كده ماشي، اعرفي اللي هو جواه ابيض. فاللي جواه ابيض ده تمسكي فيه بايديكي واسنانك. المهم طريقه التعامل، امتى تردي وامتى ما ترديش. اهله قالك اهلي عندي خط احمر، خلاص. بتعرفي النقط اللي بتضايقه ايه، ما تعملهوش وما تدوريش عليها، ما تدوريش وراها. تمام. المهم ردود افعالك انتي وهو متعصب. تشوفي بقى الناحيه التانيه، لما ما يكونش متعصب بيعامل ازاي، هتلاقيه طيب جدا وحنين جدا، وبيديك عينيه من جوه. فتلاشوا الجزئيه دي عند الزوج العصبي، والله هتكسبوا وتعيشوا في سعاده. سلام عليكم.